السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم رجعت لكم بواحد الفيديو رائع وزوين، نتمنى انه يعجبكم. حليوه بدون بيض، بدون حليب، بدون فرن، هي في المقلاة فقط. خليكم تتبعوا المقادير. هنا عندنا كاس ونصف ديال الدقيق. الا لاحظتوا حنا وضعنا الكاس الاول ووضعنا الكاس الثاني النصف ديالو. هنا وضعنا كاس ديال السنيده، وهنايا وضعنا ساشيه ديال خميره الحلويات، وهنايا وضعنا 2 معالق كبار ديال الكاكاو. هنايا تنخلطوا النواشف كاملين بوحديتهم. من بعد تنوضعوا واحد المسخون، كاس ديال المسخون تنوضعوا فيه ساشيه ديال نسكافي على هذا الشكل هذا، وتنحركوها حتى تذوب. ومن بعد تنوضعوها فوق داك الخليط في داك النواشف اللي حنايا ديجا خلطناهم. هنا تنمزجوا داك الكاس ديال القهوه مع داك النواشف ديالنا، تنخلطوها هكا مزيان. ومن بعد تنوضعوا واحد ربع كاس ديال الزيت النباتيه، وتنحركوا مره اخرى على هذا الشكل هذا اللي تشوفوا حتى تيتمزجوا لنا العناصر كاملين. واخيرا تنوضعوا واحد المعلقه كبيره ديال الخل. هذا هو سر النجاح ديال هاد الحليوه هذه. من بعد تنخلطوا هكا مزيان صافي حتى تنتهيو من الخليط ديالنا. والقوام تيكون على هذا الشكل هكا، ما تيكونش خفيف وما تيكونش ثقيل، على هذا الشكل هذا. صدقوني هذه الحليوه تجي رائعه وزوينه. تديريها في الدقيقه 90، واخا يجي عندك الضيف ما تحيريش ديك الساعه تنوضي تصاوبيها تتوجد. هنايا تنوضعوا المقله ديالنا تكون ما تتلصقش بطبيعه الحال، وتنوضعوا لها غير شويه الزيت فقط، ما تنديروا لا طحين لا حتى شي حاجه، وتنكبوا فوق من الخليط كما تلاحظوا على هذا الشكل هذا. صافي تنمشيوها هكا على الجوانب وتنخليوها على نار هادئه جد هذا هو السر ديالها. وتنوضعوها هكا بطيطيه تكون منفسه فيها شي تقيله هكا، وتنخليوها حتى تطيب على خاطرها. من بعد هنايا ملي طابت لنا لاحظتوا بهذا الشكل هذا، تنديروا هكا الاصبع ديالنا او الكيوطون ديال الخشبي تندخليوه فيها تيخرج ناشف، تنعرفوها بانها طابت. لا داعي باش نوضعوها لا فرن ولا حتى شي حاجه. تنخليوها جانبا تبرد وتندوزو داك الشوكولات ديالنا اللي غنصاوبوه بهاد المقادير هادو. تنديروا معلقه ديال الكاكاو المر، تنوضعوا نص كاس ديال سنيده، وتنوضعوا كاس ديال الماء عادي، وتنوضعوا معلقه كبيره ديال النشا. وانا متفاجئت ان النشا 3 لتر عوضتها بالفلو هكا كراميل حتى هو تيصدق ناجح. صافي وتنوضعوا هذا الخليط ديالنا فوق النار، وتنحركوها هكا لاحظتوا حتى تياخذ لنا داك القوام اللي حنا بغيناه. نتوما غتلاحظوا الشكل النهائي حتى بالفلو هكا صدقلي. هنا من بعد ما تيذوب لنا داك الخليط تيقرب يوجد لنا، صافي تنوضعوا هكا طريفات ديال الشوكولات وتنخلطوا الكل حتى تيذوب لنا داك الشوكولات. وهنا تتكون لاصوص ديال الشوكولا ديالنا واجده، تجي رائعه وتجي متماسكه. هذا هو القوام اللي حنا حصلنا عليه. صافي وتنوضعوه فوق ديك المسكوته ديالنا ولا ديك الحليوه ديالنا بالمقلاة. صافي تنوضعوها هكا ما حدو سخون باش تشرب لنا ديك الحليوه داك الشوكولا ديالنا. صافي وتنوضعوها جانبا بلا ثلاجه بلا حتى شي حاجه، تنخليوها هي جانبا. صافي داك الخليط تيجمد وتيرجع من الفوق طبقه ديال الشوكولا تجي فنه ممتازه. ومن بعد ملي تنبغيو هكا ناكلوها صافي ملي توجد لنا تنحكوها هكا بورصويات هكا ديال الشوكولات. وانتم ولو شوا ديالكم ممكن ديروا الكوك، ممكن ديروا اي حاجه نتوما بغيتوها، اولا شوكولات فيرميسيل بالالوان اولا بلون الشوكولا اللي بغيتو. هنا تتكون الحليوه ديالنا وجدات وتجي رائعه، تتعجب الكبار والصغار. وكما قلت لكم تتوجد في الدقيقه 90، في اخر اللحظات نوضي توجديها ما تستهلكش نهائيا لا قوام، كلشي كاين في الدار وتتوجد دغيا. وهنا لا لاحظتوا من بعد ما خليتها شويه تماسكات صافي تنقطعوها. وانتم لا لاحظتوا حلوه في المستوى، جات ناجحه 100%. انتم لا لاحظتوا ما تتلصق ما حتى شي حاجه، واقتصاديه في متناول الجميع. ممكن الانسان يوجدها واخا ما يكونش عنده البيض واخا ما يكونش عنده الحليب، ما يقولش راه زعما ما عنديش باش نوجد شي حليوه. ممكن اننا نوجدوها في اقل وقت وفي اقل امكانيات. وشكرا، ونتمنى ان هذه الوصفه هذه تعجبكم. وباقي ان شاء الله نديروا وصفات اخرى متناول الجميع.
وكما تلاحظوا ديك القناه ديالي قناه بسيطه ندير فيها اي حاجه يقدر الانسان يديرها. وتنشكركم بزاف اللي باقي ما تابوناش معايا يدخل مرحبا به، وشكرا بزاف وبالصحه والراحه.